تعادل مهم للنادي الأهلي في وقت صعب نتيجة مشكلة إمام عاشور. الأهلي النهاردة بيتعادل مع يانج أفريكانز في تنزانيا، وأنا شايف إن النتيجة ممتازة في ظل الظروف اللي حصلت، والإرباك السيناريو تبع السيناريو الخاص بالمباراة، خاصة بعدم وجود إمام عاشور في سيناريو المباراة مع يستروب. الأهلي النهارده بدأ المباراة بتشكيل من مصطفى شوبير ودفاع، مفيش تغيير خالص أبدا إلا بدخول زيزو وطاهر في التشكيلة. طبعا عدم وجود إمام عاشور خلى في وجود لطاهر محمد طاهر إنه ينزل وزيزو يلعب مكان إمام عاشور. إمام عاشور عدم وجوده النهارده أثر، ولكن لأن هو لعيب بيقدر يخلق لك فرص كبيرة، فرص ممكن تيجي من لا شيء، وخصوصا الجول الثالث بتاع وادي دجلة انت شفته، لعيب محوري، لعيب هجوم محوري. فعدم وجوده النهارده أثر، وما قدرش زيزو انه يقوم بدور إمام عاشور تحت راس الحربة وتوزيع الكرات، ولكن النتيجة كانت هي المهم بفوز بتعادل النادي الأهلي 1-1 مع يانج أفريكانز. طبعا من أفضل الناس اللي كانوا موجودين في المباراة كان تريزيجيه. خط الدفاع صراحة قام بدوره في بعض الأخطاء شوية، ولكن أوكي. ياسر إبراهيم، ياسين مرعي بيموت نفسه، ياسر عمل شغل كويس قوي بعد، وخاصة على حد ما اتصاب إلى أن أصيب وخرج بشد ونزل بداله أحمد بيكهام. الإطار الدفاعي والإطار الهجومي ممتاز، الأهلي قدم عليه، قدر يكسب نقطة في المباراة ويرفع رصيده إلى 8 نقاط ويبقى على قمة المجموعة. النادي الأهلي أصبح 8، يانج أفريكانز 5، وأصبح شبيبة القبائل والجيش الملكي لسه نقطتين، الاثنين كله نقطتين. في حركة ذكية جدا كان قام بيها يستروف في الشوط الثاني، وهي ان هو لقى الضغط على محمد هاني بصورة قوية، فبدأ يقوم بتغييراته ونزل أحمد عيد وبدل زيزو، وغطى وقفل الجبهة اليمين اللي كان عليها ضغط كبير عشان يريح محمد هاني، ولعب ب 3-5-2 اللي هي بيسموها 3-5-1-1 اللي هي ثلاثي محمد هاني وياسين واحمد بيكهام، كانوا 3 اللي ورا و5-2 عشان يأمن دفاعاته كويس قوي وما يخشش في جول تاني ويخسر النقطة. الأهلي قدر ان هو يطلع بنقطة كويسة، لكن لسه ما وصلش للي احنا كان ممكن عليه وهو المأمول، وهو الوصول إلى يتأهل عن المجموعة. الأهلي عنده 8، يانج أفريكانز عنده 5، والجيش الملكي وشبيبة القبائل عليه 2-2. النتائج النهارده هتشوفها، يعني حتى لو انت النهارده شبيبة القبائل النهارده فاز بمباراة يبقى عنده 5 وهو رايح بعد كده، الأهلي رايح له بعد كده. فالأهلي محتاج على الأقل نقطة عشان يأمن وصوله للدور الثاني. كان في حركة ذكية اتعملت كتير جدا من ياستروب، غير التشكيل أو غير فكرة التشكيل وفكرة السيناريو خلال المباراة سواء دفاعيا أو هجوميا. حركة في إن هو ما فكرش في التغيير رقم 5. في ناس كتير قوي ما ممكن وقفت ليه؟ لأن مصطفى شوبير كان عنده إنذار في الشوط الأولاني في الدقيقة 36، وإذا قام فخاف إن مصطفى شوبير ياخد طرد ويكون قام بالخمس تغييرات وما يقدرش يتعافى، يقدر ان هو يغطي مسألة التغيير إذا اطرد مصطفى شوبير. فكان دي ناحية ذكية جدا من يستروب والجهاز المعاون، ان هم خدوا بالهم ان هم مصطفى شوبير عنده انذار ممكن يطرد في اي وقت، خلاص. فخلوا التغييرة ال5 موجودة وما غيرش الا بس 4 تغييرات. النادي الاهلي خد نقطة في ظل ظروف صعبة، بيلعب على ملعب يانج افريكانز،
تقدم يانج افريكانز وتعادل. ظروف امام عاشور اللي ما اعتقد ان امام عاشور النهارده يعني ندى، رغم ان هو بعت على الجروب ومبروك واحنا مع بعض لكن انا اعتقد امام عاشور للاسف الشديد في نقطه قبل ما اقفل، وهي الناحيه الشمال. انت خدت بالعمري يا جماعه، ريحوا النادي الاهلي من فكره الجبهه الشمال. احمد كوكا ما بيقدرش يقوم بالدور فكره الباك الشمال. يعني انت عندك جبهه بتكون ميته، وخاصه احمد كوكا. لو موجود بالعمري اعتقد ان هو هيأدي، اذا دخل في التشكيله هيكون اضافه قويه جدا للجبهه الشمال. مبروك النقطه وبالتوفيق ان شاء الله.